وهدف رائع اللي كيتسجل في اللحظة 33 لفريق الوداد البيضاوي. إذا مرة أخرى سنشاهد الهدف الذي تمكن من توقيعه فريق الوداد البيضاوي، ربما قام بتنويم فريق النادي القنيطري بهذه العبارة وتمكن بالفعل من تسجيل الهدف الأول الذي سنشاهده من زوايا مختلفة. هدف أعطى السبق لفريق الوداد البيضاوي خلال هذه المواجهة. نفس اللقطة تعادت في المناسبتين، الأولى كانت بواسطة بويتيس، كان متقدم بسطارة ولكن ما كتبلاش النجاح. أعيدت نفس اللقطة مع اللاعب الإفريقي الآخر وسجل منها لأنه بسطارة كان متقدم بعض الشيء، وبالتالي في مناسبتين نفس اللقطة تسجل فيها هدف بالنسبة للوداد البيضاوي، وهدف سيعطي حماس لهذه المواجهة. إذا الكرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي في هذه اللحظة لفريق النادي القنيطري وفرحة المدرب يمير وأيضا الطاقم المساعد والجماهير القنيطرية. هدف يأتي في الدقيقة 62 بواسطة اللاعب بلال بيات. أكيد أن المساندة ديال لاعب الضوء بالفعل التغيير ودخول لاعب الضوء أعطاه الشيء الكثير بالنسبة للهجوم. بيات ما بقاش ايزولي بوحده، فبالتالي ولا مساند بالعديد من اللاعبين، وبيات في مناسبتين كان غادي سجل الهدف وزكى الوضعيه ديالو كهداف ديال النادي القنيطري ب7 اهداف. وما نساوش انه اللاعب تقاعسي ان شئنا القول ديال اللاعب رابح اللي كنشاهدوا كيفاش انه بقى كينتظر حتى مر اللاعب من الخلف ديالو، لانه التقاعس عرفوه في العديد من المناسبات، فالفرصه اللي كان اجرو غادي يسجل عليها